السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة بقى ده فيديو عن المحشي. على طريقة والدتي، كانت بتعمل المحشي فقلت قررت اصورها. ولكن هو ده محشي بالجمبري. فدي طريقة المحشي. طبعا هنا جابت الصينية وحطيت في كل جنب كده مكونات المحشي، الخضرة بتاعته والكزبرة والشبت والبقدونس، البصل ببهاراته، بتدعكه كده. وكان الطماطم طبعا قطعتها قطع صغيرة، والفلفل برضو قطعته في قطع صغيرة برضو على جنب. كل ده في جناب الصينية كده، ونزلت بالرز عليهم. وطبعا ده الزيت، حطيت زيت، شوية زيت حلوين كده. وكمان نزلت بمعلقة سمنة. اوكي، هي محبتش تحط كله سمنة كتير علشان متبقاش تقيلة. زيت مع سمنة يبقى خفيف شوية. ودي الطماطم. الطماطم هنا معمولة في الخلاط، هي عملت طماطم قطع وطماطم صلصة في الخلاط يعني عصير. وهتبدأ بقى هنا كده بتقلبهم كويس كده بقى الخليط مع بعضه. تمام. وصفة المحشي دي بقى هي بصراحة أول مرة تعملها. حبيت هي تعمل تحط على المحشي جمبري. كان جمبري رفيع، جابته وقشرته وقالت هتحطه على المحشي. تحطه في خلطة المحشي ويتحشي ويبقى كله خلطة مع بعضها كده. فكان حاجة لذيذة وجديدة كده. اوكي، هو الجمبري كانت مقشراه ونزلت بيه شوية بشوية كده علشان ما يتهريش مع الخلطة. بدأت انها تقلبوه كده مع الخلطة وشوية بشوية. هي هنا مراعية انها ما تقلبش جامد بايديها على الجمبري علشان ما يتهريش قوي، لانه زي ما انتوا عارفين ان هو ما فيهوش حاجة يعني. لحم الجمبري ورفيع. طبعا هنا كان عندها هنا مفرزة ورق عنب وكرنب. وكمان كان في ورق خاص هيجي دلوقتي. اوكي، عملت تشكيلة يعني في الحلة. هنا حطيت ورق خاص تحت في الحلة كده، رصيته من تحت. وهنا بدأت انها تحشي وتلف الورق. هنا كده بترص في الحلة المحشي. ده ورق الخاص، شايفينه. هتاخد منه برضو وتكمل على ورق العنب والكرنب. تمام. هي هنا عملت من تحت ورق الكرنب. اوكي، وبعد كده عملت ورق العنب والخس مع بعض فوق الكرنب. ودي الحلة هنا. وبعد كده تحطها بقى على النار. حطيت طبعا فيها مية وملح او مرقة او شوربة لو عندنا. تمام. وبعد ما حلة المحشي استوت على النار، كانت على نار هادية. تمام. خدناها وقلبناها كده على الصينية وقلنا نشوف هتعمل ايه. تمام. كان لذيذ جدا. شايفينها ده كده احنا قلبناها. طبعا كان جوه الجمبري. كان عامل ريحة المحشي مع الجمبري، كان ميكس حلو قوي وريحة حلوة وطعم كان تحفة. شايفين منظره وكان طعمه جميل جدا. شايفين صباع المحشي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لي لايك. مع الف سلامة.